السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ويوم من ايام رمضان او لا يومياتنا الرمضانيه اللي غنشارك معكم ان شاء الله في هذا رمضان. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. رمضان كريم، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه او لا راه دخل علينا. الله يحقق لكم كامل الاماني ديالكم، الله يعطيكم يا ربي داكشي اللي تمنيتو، الله يخلي لكم وليداتكم ووالديكم اللي ماتوا، الله يرحمهم ويوسع عليهم. فيديو جديد غني بالوصفات كثيره، نتمنى من كل قلبي انها تعجبكم وتنال استحسانكم. ان شاء الله من القليل غادي نخرجوا الكثير. ما غاديش نجلسوا بزاف في الكوزينه وما غاديش نضربوا ان شاء الله تماره كثيره. كيف ما كتشوفوا النهار ديالي ضروري كيبدا بلانش بوكس اولا بالكوتي ديال البادر. ديتو للمدرسه ديالو ورجعت. خلاص الدار كانت عندي الحمد لله مجموعه، ما كنتش محتاجه شي حاجه زعما شي جميع وهذا في الدار، غير شي حاجه خفيفه وصافي. طلقت شي شويه ديال البخور، بخرت الدار، حسينا هكا بواحد شي ديال الطاقه الايجابيه. نبداو نهارنا بشي حاجه زويونه. ما تنساوش انكم تحاولوا انكم تبداو نهاركم كيف ما كنقولوا بشي حاجه اللي هي زوينه. وما كاين محسن من الصلاه ديالنا والذكر ديالنا والقران ديالنا. كيف ما شفتوا جلست درت الورد ديالي ديال القران، صليت صلاه الضحى ودرت الورد ديالي ديال القران، ودرت الورد ديالي كذلك ديال الاذكار. ما تنساوش انه نوازنوا بين هذا يعني بين الشهوات والكوزينه وكذلك العبادات ديالنا. ما ننساوش العبادات ديالنا. وهذا ما كان، هادو هما الحويجات الحمد لله اليوم باش نبدا نهاري. كيف ما قلت لكم العبادات هما الاولين. ندوز دابا، بغيت نشارك معكم البوليت جورنال ديالي اولا المذكره الخاصه برمضان. كيف ما شفتوا، ما عرفتش واش كتعرفوا البوليت جورنال او لا، ولكن هو واحد النوع من انواع المذكرات اولا لي بلانر اللي مشهورين واللي معروفين واللي الصراحه كيعجبني نديرهم في رمضان. كيف ما شفتوا بديتو بهاد الرسمه في الاول ودرت فيها رمضان، ومن بعد كاينه في الصفحه الثانيه اهداف الشهر، كتبت فيها الاهداف اللي انا باغيه انني نحققهم ان شاء الله في رمضان. الصفحه اللي موراها الصفحه ديال الصوم، واللي هي واش صمت هذا رمضان، الايام اللي انا صايمهم في رمضان. ندوزو الصفحه ديال تتبع الصلاه والرواتب. هذا رمضان ان شاء الله بغيت نركز على الرواتب ديالي انني نبقى نديرهم كاملين. كيف ما شفتوا عباره عن جدول فيه مربعات اللي هي 30 نهار، وغادي نبقى نلون كل مربع الفجر والظهر والعصر كيف ما شفتوا، والنوافل غنديرهم بالنقيطات. كذلك غادي ندوز هنايا تتبع ديال صلاه الضحى وديال صلاه التراويح، درتو على واحد الشكل مبياني. في النهار اللي غادي نكون صليت فيه الضحى، شحال عدد الركعات اللي صليت في الضحى راه غادي نديرهم فيه، والعدد ديال كذلك ديال التراويح شحال من ركعه صليت راني غادي نديرهم فيه. المهم شوفوا اللي عنده الترابي ما يفرحش بشي حاجه الصراحه. بنتي قطعاتهم قبل ما نبدا نقول فيهم بسم الله. ندوزو دابا لتتبع القران اولا تتبع قراءه القران. كل نهار شحال قريت اولا كل نهار فين وصلت. كل مربع النهار ديالو غادي نكتب شحال فاش وصلت في القرآن. وكذلك هاد الشكل اللي عبارة عن دودة هكا درتو على الحفظ ديال القرآن. اي سورة حفظتها غادي نكتبها تما. ندوزو للصفحة الموالية واللي هي الصفحة ديال اذكار المساء، اذكار الصباح واذكار المساء. بغيت ان شاء الله نواظب عليهم هذا رمضان، الله يقدرنا على الفعل ديال الخير. فانا غادي نكتب الاذكار في كل بلاصه مخصصه لها، غنكتب لهم الاذكار. وكذلك الورد ديالي ديال الاذكار كل نهار هو 200 مره الاستغفار، 200 مره لا اله الا الله، 200 مره الحوقله، 200 مره من البقيات الصالحات، و200 مره الصلاه على النبي. ندوزو هنايا ادعيه مهمه. فين ما عرفت شي دعاء اللي هو مهم وعجبني وبغيت انني ندعي به مولانا هذا رمضان، فانا غادي نكتبو في هاد الصفحه. كذلك ندوزو لتتبع العادات. بالنسبه لتتبع العادات هنا درتهم على حسب تقريبا الطن ديال المذكره كامل درتو بهذا زعما بحال شريجمات هكا ولا، وتندير دائره. والعاده اللي انا بغيت نتبعها راه غادي نبقى نلونها واش درتها او لا ما درتهاش.
ندوزو الصفحه اللي موراها هي وصفات ناجحه. اي وصفه جربتها هذا رمضان وعجبتني فانا غادي نكتبها تما. من بعد وصفه ديال تجهيزات العيد ان شاء الله، والصفحه الاخيره واللي هي صفحه ديال مراجعه رمضان. نتمنى انني نكون شرحت لكم بطريقه موجزه على البوليت جورنال ديالي. ودابا ندخل اختي الكوزينه. بسم الله على بركه الله. بغيت نبدا معكم بالتحليه. كنحاول اني ندير التحليه هي الاولى، نحطها تبرد ونتهنى عليها وصافي. وكتبقى هذا تنوض عاوتاني نوجد حوايج اخرين كيف ما شفتوا. خديت الحليب، نص ديال الحليب، درت هنا 2 معالق، من الاحسن نديرو حتى 3 ولا 3 ونص ديال المعالق حقاش انا جاني شويه جاري. الحليب وشويه ديال السنيده وواحد الزا ديال الزهر وحطيتهم فوق البوطه يعقدوا. المهم ملي عقدوا قطعت هنا شويه ديال التمر الشريحه، شويه ديال المكسرات اللي موجودين عندي، وخلطتهم معاهم وكبيتهم في كويسات اللي غادي ندخلهم للثلاجه. وغادي نتهنى على هذه التحليه ديالي تنكون تهنيت منها. ثاني حاجه كندوز العجينه، اي حاجه خصها تعجن كنعجنها. عندي عجينه وحده، عندي 2 عجينات، ولكن اغلب الاوقات كندير عجينه وحده تنحاول انني نخرج منها الحلو والملح. كيف ما شفتوا درت الحليب، كاس ديال الحليب، كاس خليط بين الحليب وبين الماء، وك 2 معالق ديال هذا الخميره، 2 معالق ديال الياغورت مسوس ابيض بيضه، وشويه ديال الملحه، معلقه ديال السنيده، وصافي. خلطت داكشي كامل وشويه ديال الزيت. ممكن انكم نتوما تزيدوا واحد المعلقه ديال الزبده، كتبقى اختياريه. خليتها على جنب ترسح ودزت دابا الحشوه. شحرت واحد البصيله، زدت عليها واحد شويه ديال الخيزو، تقريبا هنا درت واحد 2 خيزويات هكاك حكيتهم. من بعد ضفت عليهم معلقه ديال المطارد، شويه ديال الحامض مصير، وواحد المعلقه صغيره ديال الصوجه. المهم انا بالنسبه لي الصوجه اللي عندي راه غير ديك الجاريه، ماشي القاصحه، فمن الاحسن انكم تكون عندكم ديك القاصحه. ومن بعد زدت عليها واحد لوكوسه وخليتها ترتاح. دابا ندوزو للدجاج. مول الدار تيعجبو شي حاجه هكا ديال التغماس. الا حنا ما كليناهاش في الفطور كنخليوها هكا السحور، ولا المهم راه ضروري شي حاجه تنغمسوها. درت لها الشرموله ديالها عاديه، خرقوم، هذا الحامض مصير، هذا التوابل ديالها والثومه والمعدنوس وصافي. وزدت عليهم واحد المعلقه ديال السكر في الاخر، ديال العسل في الاخر، وشرملتهم، غطيتهم بابي الومنيوم، ودرت عليهم درتهم دوك اللحيمات درتهم فوق البصله وخليتهم على جنب حتى نحتاجهم. من بعد دزت العجينه، كانت ارتاحت ليا بون هاد الكميه ديال السوائل اولا ديال العجينه اللي كندير كتعطيني 16 الحبه بالحساب ديال الكرات ديال العجين. فانا كندير 8 مالحين و8 حلوين. الحشوه زدت عليها شويه ديال سميتو الفرماج وصافي. كناخذ الكميه ديال الحشوه، انا درتهم على شكل ديسيغار، تتبقى كيف ما كنقولوا على حسب الرغبه، شكلهم كيف ما بغيتو. انا جاوني كنت مدروكه شويه في الوقت، درتهم هكا ديسيغار، جاوني اسهل كيف ما كتشوفوا. وكملت بنفس الطريقه حتى كملت العجينه ديالي كامله. كي قلت لكم العجينه المالحه اولا 8 ديال الحبات ديالي اللي بغيت نديرهم مالحين. غادي ندوزو ل8 الحلوين. الحشوه ديالهم درت هنا واحد المعلقه ديال الجبن اولا 2 معالق ديال الجبن، ومعلقه ديال الزبيب، ومعلقه ديال الكركاع، وكنخلطهم مزيان حتى كنخلطهم. ممكن انكم تضيفوا معاهم واحد المعلقه ديال العسل، كتبقى على حسب الرغبه. تناخذ العجينه كيف ما كتشوفوا وتنطويها هكا على شكل رغيفات. من بعد ما تندير فيها الحشوه وتنخليهم على فوق الفوسط اللاطه ديالهم حتى تيرتاحوا ليا واحد 4 ساعه اولا. ملي كيزيدوا يتخمروا كنزيد نطرقهم غير واحد شي شويه باش ما يجيوش مدقسين وهذا. ولكن العجينه كونوا اكيدين انها كتجي رائعه وغزاله. كيف ما قلت لكم درنا 2 معالق ديال الياغورت في العجينه، دوك 2 معالق
كناخذهم ديك المعلقه اللي بقات كنديرها مع ديك الصفر ديال البيضه اللي خليت وتندهن بها العجينه ديالي اولا الخبيزات ديالي. من بعد ما ارتاحوا كندخلهم الفران يطيبوا. ندوزو دابا للسلطه. من بين الحوايج اللي كتعجبني في رمضان هو انني نحط هكا سلطه سواء حلوه اولا مالحه، كتكون شي حويجه اللي زوينه هكا فوق الطبيله. قطعت شي شويه ديال الخس، كميه ديال الخس وقسمتها على جوج زليفات. واحد زليفه درت فيها مطيشه وشي شويه ديال البصيله، الملحه والبزار وشي شويه ديال الزيت البلديه، واحد النغيزه ديال الخل كتبقى حتى هي اختياريه. وكنكون هنايا راني كملت هذا السلطه المالحه. بالنسبه للحلوه فانا درت فيها هكا شويه ديال الليمون اولا القلب ديال الليمون، قطعته وشرائح ديال الليمون كيف ما كتشوفوا، شويه ديال السكر شويه ديال القرفه وداك العصير ديال الليمون اللي واحد شويه العصير ديال الليمون وصافي. كنخليهم يطلقوا مع بعضياتهم وهادو تيجيو رائعين. كتجي هاد السلطه ديال الخس مع الليمون والقرفه رائعه. هذه هي التحليه ديالنا من بعد ما بردات. انا ما صورتها لكم هنا حتى السحور، نسيت الصراحه ما حطيتهاش في الطبيله، وعاده الصراحه كناكلوا التحليه في السحور. هي هذه تتجي رائعه وغزاله. غير كي قلت لكم انا راه ما زدتش ليها الكميه ديال النشا، كي قلت لكم خاصها واحد 3 المعالق اولا 3.5 ديال المعالق ولا حتى 4 المعالق اللي بغاها عاقده ديال النشا من الاحسن باش ما تجيكمش هكا. انا رجعتني بحال الا كنشرب الرايب. المهم ما تضحكوش عليا، الانسان يتعلم. هذا ما كان. هذه هي الطبيله ديالنا. ديك المريقه اللي دخلنا الفران جات مدغمره وغزاله. كانت بقات لي الحريره من البارح فانا ما درتش الحريره اليوم. ايوا صافي هذا ما كان. الخبيزات ديالي هما من بعد ما وجدوا هادو المالحين والحلوين. شليضات ديالي الحريره واللهم اديمها يا ربي نعمه واحفظها من الزوال. هذه هي المائده ديالنا. وكذلك حطيت هذا كميه ديال العصير. بالنسبه للعصير كندير شي شويه ديال الكونسونطري ديال الفريز مع الحليب وتيجي من اروع ما يكون. عصير سهل مهل وسريع. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديالنا. هذه هي المائده الرمضانيه المتواضعه ديالت اليوم. نتمنى من كل قلبي انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالتعليق، بلايك بالتعليق ولو غير بنقطه ولايك، واكيد غادي نكون فرحانه بهم. والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.